وأنا أذكرها عدة مرات. ممدد بالشارع سكران، مدري مخدرات، مدري طايحة حظه، وجاء كلب يلحس بوجهه يقول له خدمك بنوك وما عدموك. يعني والله يا أبا جزاك الله خير، وإن شاء الله ولدك يخدمونك. الكلب أكرمكم الله ومتعارف على الكلب، من يشوف له فد مرتفع شقل كراعه وبال عليه، كان يبول على وجهه. هذا فاصل الزلمه. قال وماء حار أيضا بارك الله فيك، يعني تدري الدنيا باردة، هم يعني مسحت لي وجهي وهم تغسل لي بمي حار. زين هذا لو صاحي يقبل هالشكل يصير وياه؟ ما يقبل. شلون هذا العقل تغيب؟ والله ما أغيب عقلي بشغله. لو يقولون تقوم تطير هيك بين السماء والأرض، مو يعني والله ما ادري ايش السولف، ما ادري السولف، لأنه ماكو عقل يشيل، عقل يشيلها ماكو. ودير بالك من جربها. جربها يعني خربها، جربها يعني خربها. كل اللي أدمنوا على المسكرات والمخدرات، ولا يزعلون على المدخنين والتدخين والكذا، كان عبالهم يجربونها بس وهاك قلعها لهناك، نزل لواز، صار تعالوا شوف. كلهم ما جو. والله كان قاعد عنده هلا قال والله يا جماعة يمكنني قررت أصير مدخن، ماكو يجي، أو أصير مكبسلك أو عرقتي، ماكو يجي. لكن رافق له واحد ما ادري شنو كذا، يا معود بس جري يا اخي، والله قال يا اخي السقابل دضوط وروح عادينا وملقوح بالشوارع وتطاطح. هالتجربة لا، لأن هذه هي باب إبليس اللي وراها الواحد يهفي. صلى الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلامة والعافية.